عمل اسلام تايمز ومشروع الاعلام الاسلامي في اوروبا بعد ضرب البرجين ب 48 ساعه. الناس كلها تتنصل من الدين ومن الاسلام وتستخبى، وبتستخبى من انه عربي اصلا، وطلع مشروع بدا يغير خريطه العالم في اوروبا ودافع عن الاسلام. الكلام ده مش هقول لك الكلام ده كلام، الكلام ده موجود له مستندات، وما اعرفش يمكن يا ريت يعني بالصدفه كلام استفسار وده على الناس اللي بتتكلم. دي اول مجله اسلاميه تطرح في اوروبا، اسلام تايمز، نزلت في هولندا، معقل العنصريه في اوروبا، واللي كانت بتتحدى القران وكتب القران على جسم امراه عاريه. الفاتيكان نفسه رفض هذا الاجراء، وكان نزل وقيل هذا الشخص اللي عمل كده من شاب مسلم مغربي غيور. ونزلت اسلام تايمز عشان تغير مجالات وتغير حاجات. نزلت جريده اسلام تايمز بالعربي وبالفرنسيه عشان تبتدي تغير الكلام على المشروع الاعلامي ده. كلام ضخم جدا. جميع اجهزه مخابرات العالم بدات تحاربنا وبدات تقاومنا على اساس ان هم يتخلصوا من هذا المشروع بكل السبل. وما اضحكش عليكم، صبرنا سنه 2 3 في الرابعه كان شيء صعب جدا، لدرجه ان بقوا يشتروا الناس ويغتالوهم. يعني حاجات كتير جدا قابلتنا في اوروبا عشان نحافظ على الاسلام وندافع عنه. وانا اتحداك النهارده ان في اي جماعه في اي دوله من العالم كانت بتحمل اسم الاسلام قدرت انها تدافع عن الاسلام في العالم. اللي دافع عليها مصري وطني قدر ان هو يخترق كل الحوزات الامنيه، والحمد لله انه عايش موجود بينكم لغايه النهارده، وكان ممكن يخسروا بيته و6 اولاد هم عنده، والكلام ده موجود ومتوثق، وما بقولش كلام فيه كذب ولا فيه ادي الكلام ده متوثق تقدر تدور عنه. وادي الاشخاص اللي موجوده واللي قاموا بالاعلام الاسلامي واللي قاموا بيه. مفهوم الاعلام الاسلامي ما كانش الاعلام الديني، ما كناش بنتاجر بالاسلام، ما فيش هنا لا ايه ولا حديث، هو منطق وروح الاسلام والفهم اللي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمفهوم يعني ايه اسلام. اسلام مش يعني عنصريه ولا انا ابتدي اخد البس جلابيه والتحي واخد جنب وابعد عن الناس. اسلام اللي هو ان انا اشارك في المجتمع، ابني مجتمع، ابني وحده وطنيه، ابني تعليم، ابني سياسه حقيقيه، ابني تسليح، اكون قوه رادعه قصاد اي عدو. مش الاسلام ان انا اتهمش واقع في اطار مقفول واكون حزب قافل على نفسي او مفتوح على الغير. الاسلام هو كان يعني ازاي تقدر تبني مجتمع، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا هو الهدف، ان احنا الانسان كان اتخلق عشان يعبد ربنا، عشان يعمر الارض. هو ده كان الاسلام اللي قدر يدخله الى اوروبا، وكان موجود وتحدينا بيه العالم، ونزل على كل اوروبا واشتغلنا عليه. اللي انا عايز اقوله يا اخوانا، مش عايزين ننجرف وراء اي شعار، عايزين نتكلم بمنطقيه. اي حزب موجود يهدف الى الوصول الى السلطه. اي مرجعيه انا باخدها بحاول ان انا اخترق عشان اوصل للسلطه. انما لو خدت المرجعيه المصريه بقى اللي هي بتعتمد على كل ركائز ومعنى الايمان، بتعتمد على كل ركائز ومعنى الدين. مين فينا النهارده ما بيروحش يصلي؟ مين لما تقوم صلاه الجمعه الناس ما بتروحش تصلي ولا حد الناس بيروح الكنائس؟ الشعب المصري عنده خصوصيه. الشعب المصري شعب مؤمن بطبيعته. الحرام اللي هو بيسرق بيدخل يسرق يقول يا رب استر، وعنده ضميره بيأنبه. ده المصري، ده غير بقيه الجنسيات على فكره معظمها. انا مش بتكلم على حاجه، بتكلم على المصري عنده خصوصيه غريبه، عنده ايمان حتى وهو بيغلط. بيعمل حاجه غلط يقول لك انا عملت غلط بس ربنا ان شاء الله يحكي لي منها وان شاء الله تعدي على خير. يعمل غلط، الايمان موجود فيه، ما اقدرش العب على الايمان. ما تلعبش على ايماني وايمانك واحد، وطنيتي ووطنيتك واحده، مفيش فرق بيني وبينك. انا عندي وطنيه وانت عندك وطنيه. اللي موجود في السجن وسارق يمكن عنده برضه نفس الوطنيه، وباقي الوطنيه ما تلعبش عليها ولا الايمان. ما انتش افضل مني في الايمان وانا افضل منك، الكلام ده يقدره الله سبحانه وتعالى. والوطنيه يوم النهارده نقول اسرائيل في الشارع اللي هنا، انا اتحدى راجل ست عيل كبير مرأة ست في بيتها مش هيطلع يموت نفسه النهارده عشان مصر. ده ساعتها هقول له انت مسلم ولا مسيحي؟ هيقول مصري. مش هقول انت في الخارج ولا في الداخل، هيبقى مصري. مش هقول انت ليبرالي ولا اسلامي، هيقول مصري. هو ده المصري اللي احنا بنبحث عنه واللي احنا عايزينه يتكون. عايزين مصري مرجعيته مصريه. على علم مليون لو
بس انا لقيت حالة محاولة فرض